بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة يوميات مزارع في الفرافرة بنحييكم. طبعا احنا النهاردة 14 فبراير اخر النهار، يعني الغروب موجود هناك اهو. طبعا برضو في اخ فاضل كتب لي آه عاوز 5 فدادين على بير لوحده. ده مش موجود سيادتك، ده حضرتك مفيش هنا 5 فدادين على بير لوحده، بير عليه 5 فدادين. هنا البير يا تلاقيه 50 فدان، تلاقيه معمول على 50 فدان، وتلاقي البير معمول على 70 فدان، وتلاقي البير معمول على 100 فدان، وتلاقي البير معمول على 130 فدان. ده بير سطحي. بعد كده ممكن بير على 150 فدان بير أعماق، بير على 180 فدان بير أعماق، 200 فدان بير أعماق. دي نظام الآبار. إنما 5 فدادين وعليه بير، ده سيادتك مش موجود، مفيش الكلام ده. تاني حاجة 20 فدان مشروع غنم. مشروع الغنم على 20 فدان. حضرتك مشروع الأغنام بيتعمل على أي عدد أفدنة. تمام. مشروع الأغنام السوق موجود في الكفاح، فلازم تكون في أرض قريبة من الكفاح. ليه؟ أو مشروع بقر أو مشروع جاموس، أي مشروع أو مشروع معيز، أي مشروع. اسمحوا لي بس أشرب كوباية الشاي دي، اخد شفطة شاي كده وانا قاعد عشان اعرف اكمل كلامي. مشروع الاغنام حضرتك السوق زي ما قلنا موجود في الكفاح، وبما انه موجود في الكفاح يبقى انت لازم تاخد ارض قريبة من الكفاح، علشان خاطر التجار موجودة في الجمعية، موجودة في ابو هريرة، موجودة في ال13، موجودة في ال17، موجودة في الصناعية. تجار موجودة كتير. عندك حاجة من اتنين: يا تخلي التاجر يجي يخش الزريبة او بره الزريبة وياخد الحاجة منك على ارضها، يبقى سهل ان هو يجيلك، ما يقولش مثلا ان انت واخد في مسافة بعيدة فيديك سعر قليل، فتحس ان انت كده ما بتكسبش، واخد بال سيادتك. انما لما يكون في مسافة قريبة هيديك سعر عادل، هيقول لك ده ممكن يروح السوق، لا يبقى انا كده انا احاول اضحك عليه في 1000 ولا في 1500، وكله بيبقى بمزاجك. انت عارف ان هو هيكسب فيها 1000 ولا 1500، اللي انت بتبقى حاسب كل حاجة وعارف هي اصلا كام، وبتبقى عارف كمان بتنزل السوق اسبوعين ورا بعض علشان تعرف الاسعار ايه قبل ما تطلع حاجة من الزريبة، عشان محدش يغفلك ويضحك عليك في حاجة. هتعمل مشروع اغنام موجود، الدنيا شغالة. هتعمل مشروع ألبان، الدنيا شغالة. هتعمل مشروع غنم، شغال. مشروع إنتاج حيواني جاموس وبقر والكلام ده كله، ما شاء الله الناس بتبيع. اللي عايز يجي ويشتغل في تجارة الحمير برضو شغالة، عايز يجي يشتغل في حصنة شغالة. كل البيع وشراء الحيوانات ما شاء الله الدنيا شغالة في السوق، والعروض كتيرة، والمعروض يعني بيبقى أكتر، والتجار بتيجي من كل مكان عشان تاخد من هنا من الوادي، عشان معظم الحاجة بتبقى واكلة برسيم، والدنيا متظبطة طبيعي، الدنيا متظبطة طبيعي. فأنت بيبقى عندك الأرض بتزرع برسيم حجازي، وبعد ما تزرع برسيم حجازي بتشتغل عليها إنتاج حيواني. عايز تأكل علف جنب البرسيم الحجازي، ماشي، وربنا يكرمك وييسر لك الحال. بس المهم يا جماعة ناخد خطوة وننتج، ناخد خطوة وننتج. الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج. ولازم تكون قريب من السوق والخضار عشان تعرف تسوق حاجتك.
انا بتكلمش بقى هنا على على البرسيم وعلى الزراعات اللي هي المحاصيل والكلام ده كله، انا بتكلم على الانتاج الحيواني. لان الناس بتيجي من اللي هو صبيح، وبتيجي من ابو نص، وبتيجي من سهل بركه، بيجوا يبيعوا عندنا هنا في السوق. فانت ليه تغرم مشوار عربيه رايح ومشوار عربيه جاي؟ طب ما انت تبقى جنب السوق وتغرم مشوار عربيه، بس تغرم حاجه بسيطه، ما تغرمش يعني مثلا بدل ما تدفع 2000 لا ادفع 500. لان قرب او بعد المشوار كمان هيسهل لك ان انت جالك التاجر مره او مرتين وجبت تاجر واتنين وتلاته واربعه، وما ادوكش السعر اللي يرضيك في الحاجه بتاعتك، لان انت شايف ان انت تعبت وشقيت فيها، وشايف ان الحاجه بتاعتك بتسوى. فانت ما تجالكش السعر اللي انت حاسه ان هو كويس، فخلاص ما تبيعهاش وخدها وانزل السوق وربنا هيرضيك منها. او انزل بالعدد من اللي معاك، مثلا لو عم مطلع 20 حته خد يا عم 10 حتت وانزل بيهم سوق وخد الاسبوع اللي بعده. بس عامة ما دام عندك انتاج بيطلع من الزريبة عامة، هتلاقي التجار تجيلك، وانت هتعرف تاجر واتنين وتلاتة وعشرة، وهتتصل بيهم بنفسك وهتستسهل الموضوع وهتقول لهم تعالوا شيلوا من عندي، والدنيا هتبقى زي الفل معاك. الدنيا هتبقى تمام. في اخ فاضل كلمني، الاستاذ محمد عبد العليم، راجل ذوق ومحترم. كلمني وقال لي طب ما تعمل على بير اعماق، بدل ما تعمل 70 فدان على بير سطحي، لا اعمل 200 فدان على بير اعماق، وتلم التكلفة مرة واحدة. ممكن تزيد وممكن تقل، بمعنى ايه؟ تحت الزيادة والنقصان. بمعنى ايه؟ احنا دلوقتي هنقول ان الارض تكلفتها كذا، وال مثلا حفر البير اعماق تكلفته كذا، ومواسير البير الاعماق كذا، و اخر حاجه بتبقى تقسيم الارض. تقسيم الارض دي بقى انت عايز تقسم وتبتدي تشتغل ماشي، مش عايز تقسم كل واحد يقسم. او ممكن برضو نقسمها لو دفعته فلوسها، بس اللي هتبقى فلوسه حاضره هيقسم وهياخد الميه وهيشتغل. اللي فلوسه مش حاضره طبعا مش هيعمل كل ده. يقول لي علشان توفر حته ان ايه، ناس ممكن تشتري الارض بس ما معهاش تكمل، ما معهاش تكمل، فهتبقى الدنيا كده في الضياع. تبقى كده بنتأخر مش بننتج. لا ده احنا كده نبقى كل كل الناس غرزت وما انتجتش حاجة. لان هناخد مثلا 6 شهور على ما نلم بعد كده البير، وهناخد كذا شهر برضو علشان خاطر نستصلح الارض وبتاع، وكله يقول لك اصل ما معيش واصل معايا. طبعا بتحصل الكلام ده كله. فهو عاوز يعمل ده ان التكلفة كلها تبقى ملمومة، بحيث ان كله يحط الفلوس مرة واحدة. ال 15 20 واحد، اول 15 واحد اللي داخلين معاه، لان هو بيفكر يدخل ب50 فدان. تمام، يبقى دي كده في 150 فدان المفروض نلمهم عشان نبتدي نشتغل. طب هي التكلفة كام؟ لسه انا معرفش التكلفة كام، بس انا قلت لكم على الاقتراح اللي هو بيقوله، ونشوف بقى الدنيا هتبقى ماشية ازاي. فاللي حابب يدخل في الموضوع ده اهلا وسهلا بيه، عشان هعمل واتس مجمع بال20 شخص او بال15 شخص الباقيين اللي هيخشوا مع الاستاذ محمد. وفي برضو اخ فاضل تاني برضو اسمه دكتور محمد تقريبا على ما اذكر، هو مكلمني وقايل لي ان هو هيخش معايا برضو، بيتواصل معايا على الواتس، فانا هشوف الرسائل بحيث ان انا اضيفهم الاتنين دول في الواتس. واي حد حابب بقى يدخل في الموضوع ده اهلا وسهلا بيه، علشان بعد كده لما اعمل التكلفة الكلية تتبعت للناس دي مخصوص. واتمنى ان الناس تكمل بعد كده، محدش يقول ايه اصلي وفصلي والكلام ده كله، ويجي الناس بعد كده تخلع بالطريقة. لان طبعا الناس بتخش سهل قوي ان هي تسجل اسمها، لكن وقت التنفيذ ما بيبقاش الكلام ده يتم، بياخد وقت على ما يتم او بتتهرب. تقول لك لا اصل انا مش عارف، اصل حصل لي ظروف، واصل زي ما كان بيحصل مع بعض الاصدقاء لما كنا مسافرين وكنا بنقول ننزل وناخد ارض
ونتكلم في الموضوع ده وناخد أرض ونشتغل، بس كان ساعتها كان على طريق مصر اسكندرية. بس للأسف برضه ما كانش حد بيوفي. فلو حابين جمعوا تواصلوا معايا علشان أجمع الأسماء، أو كل واحد يقول عايز يدخل ب10 ب20، أهلا وسهلا بيه، علشان خاطر نشوف الدنيا فيها إيه ونحاول نشتغل إن شاء الله. وأتمنى لكم يوم جميل سعيد ووقت جميل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.